اهو اتفضل يا عزيزي. وسائل الشيعة اهو. اول حاجة للحر العاملي اهو. اتفضل. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي اهو. الرواية محمد، رواية رقم 32، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية ونكاح المتعة. تفضل اهو تفضل. جاء بقى الحر العاملي. شنو الشخص؟ لحظة الشخص الحر العاملي قال لك ايه؟ أقول حمله الشيخ اللي هو الطوسي، حمله الشيخ وغيره على التقية، فلماذا علي بن أبي طالب يكذب على رسول الله ويقول أنه حرم المتعة عند الشيعة؟ ما هو جعفر الصادق بس لحظات، أنا أعطيك دليل. جعفر الصادق أيضا عندكم قال لا يفعلها عندنا إلا الفواجر، يعني علي بن أبي طالب قال أن الرسول حرمها، وجعفر الصادق قال لا يفعلها إلا الفواجر، بل قال لا تتمتع بالمؤمنة فتزلها. يعني جعفر الصادق سمى المرأة المتمتعة مزلولة من الفواجر، وعلي بن أبي طالب حرم المتعة. فلماذا لم تأخذ بقول علمائك وأئمتك في كتبك؟ جعفر الصادق يقول أي شيعية تتمتع هي من الفواجر. السيستاني اللي انت حاطط صورته أجاز صحح المرأة الشيعية إذا تزوجت متعة. السيستاني يقول الزواج صحيح حتى لو متزوجة، اللي انت حاطط صورته هذا بيقول لك المرأة لو تزوجت متعة، السيستاني بيقول إن المرأة لو تزوجت متعة وهي متزوجة الزواج صحيح. السيستاني يقول هذا. إيش رأيك؟ أهو يا عزيزي أهو، شوف كل حاجة بالدليل أهو. أدي كتاب منهاج الصالحين للسيد علي السيستاني أهو، فتاوى سماحة آية الله السيد علي السيستاني أهو. بيقول لي مسألة: يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، وأن يسأل عن حالها قبل الزواج مع التهمة من أنها ذات بعل أو ذات عدة أم لا، وأما بعد الزواج فلا يستحب له السؤال. شوف وليس السؤال والفحص عن حالها، يعني سواء متزوجة أو غير متزوجة، شرطا في الصحة، يعني زواجها صحيح حتى لو هي متزوجة وتزوجت متعة. السيستاني بيقول لك إيه؟ الزواج صحيح. لا هذا الكلام مو صحيح. لا هاي انت شلون تفسرها؟ مو هيجي بدليل اهو. بص لحظة، بدليل اهو. الامام بيقول له لما فتشت اهو. شوف وكذلك في الموثق الى اسحاق بن عمار عن فضيل عن فضل مولى محمد بن راشد عن ابي